يا اهلا وسهلا بيكم. تعالوا النهارده نعمل صينيه كنافه حلوه تحفه. انا من عشاق الكنافه بصراحه، واول ما صومنا ال9 ايام بتوع الحجه دول كل سنه وانتم طيبين، فجه في بالي اول حاجه هعملها في الحلويات هي الكنافه. الكنافه نتيجتها حلوه جدا لما تعملها في خطوات وتكنيك معين كده، بتطلع كنافه بالقشطه ملهاش حل. والكنافه باي طعم تعمليها، تحطي عليها مانجا، تحطي عليها كريمه، تحطي عليها فراوله، اي حاجه بتحطيها على الكنافه بصراحه بتبقى تحفه. نبدا كده بسم الله. عندي نعمل الشربات الاول عشان يبقى بارد. 3 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات من الميه، وعصره نص ليمونه، ونص معلقه من الفانيليا. تمام كده، يبقى 3 كوبايات من السكر على 3 كوبايات من الميه وعصره نص ليمونه. انا بحب احط قشره الليمونه كده، بتدي نكهه حلوه قوي للشربات بتاع الكنافه. ونص معلقه ما يعادل كده نص معلقه من الفانيليا. ادي ده تقليبه بسيطه كده وارفعه على النار. هيغلي بالظبط من 8 دقايق ل 10 دقايق وتطفي عليه على نار هاديه كده. هنعمل بعد كده الكريمه. تمام، 4 كوبايات من اللبن، من الحليب يكون دسم كده وعليه القشطه بتاعته حلو جدا. نحط عليهم 5 معالق من النشا. 4 كوبايات لبن عليهم 5 معالق من النشا، المعالق الكبيره بتاعت الاكل. تمام، وبعد كده هحط عليهم ذرة فانيليا ومعلقتين سكر اختياري. عايزة تحطيهم عشان يبقى الطعم مظبوط كويس جدا حطيهم، مش عايزة تحطي سكر خلاص، هتبقى حلوة برضو بس هتكون دلع سنة. تمام، انا حطيت معلقتين من السكر. هقلب النشا بالحليب بالسكر وارفعه على النار، على نار هادية خالص مع التقليب المستمر لحد ما تتقل عندك ويبقى عندك كريمة كدابة بالمنظر ده، القشطة الفلة كده. بوريكم الشربات اللي انا مولعه عليه اهوت، وادي الكريمه او القشطه الكدابه بتاعتنا خطيره واستوت وبقت زي الفل اهي. تمام كده، ارفعها بقى من على النار في التوقيت ده بعد ما استوت قوي قوي. بصوا القوام بقى جميل ما شاء الله. ارفعها بقى من على النار واغطيها تبرد. عندي بقى نص كيلو من الكنافه، كان من رمضان عندي في الفريزر، قلت خلاص ما بدهاش كده، مش هسيبه اكتر من كده. فطلعنا النص كيلو كنافه مجمد اهوت، وفرفتيه بايديكي. اهم حاجه ما تعملهوش في الكبه. الكبه هتنعمه قوي، هتخليها زي الرمله كده ومش هتبقى، مش هتديكي نتيجه مظبوطه. المهم وانتي بتطلعيه من الفريزر هتلاقيها بتتهري بكل سهوله بايديكي كده، بكل سهوله، هتبقى جميله. وخليها كلها مقاس واحد، يعني حاولي تفرفتيها بس مش ناعمه قوي ومش خشنه قوي، اهو بالشكل ده. تمام كده، هحط عليها معلقتين كبار من السكر البودره، معلقتين 2 بس كده من سكر البودره. سكر البودره بتديلها لون في الفرن حلو قوي، تديلها تماسك لما تيجي تقطعي القطعه تطلع قطعه حلوه كده. وعليها نص كوبايه من السمنه، انا مسيحاها. كان عندي حته زبده كده حطيتها فيها، وطبعا ده غلط، ما كنتش حطيت زبده خالص، دي حاجه كده هقول لكم عليها جايه دلوقتي في الصينيه. المهم نعملها بسمنه بس. نص عندي كوبايه من السمنه. تمام، فاغلف الكنافه بالسمنه كلها. ايوه، حاولي تخلي الكنافه ادعكيها بالسمنه والسكر لحد ما كلها تاخد سمنه وسكر بالشكل ده. تمام كده، خلاص هجيب الصينيه بتاعتي واحط فيها معلقتين سمنه كبار اغلفها بالسمنه. المشكله اللي انا عملتها بقى ان انا غلفتها بالسمنه على الزبده اللي كانت باقيه، والزبده انتوا عارفين بيبقى فيها نسبه ميه، فهتيجي تقلبي الكنافه دي فنسبه الميه دي بتلزق في الصينيه، مش هتقلب معاكي الفورمه الكنافه هتطلع حلو. فحطيتي حطي السمنه بس معلهاش زبده. هحط طبقه كويسه كده، طبقه حلوه كده من الكنافه، واضغط عليها جامد جامد واخلي لها حرف بسيط. تعالوا نحط بقى الكريمه بعد ما بردت خالص خالص، واخليها في نص الصينيه، ما اخليش الحرف يجيله كنافه خالص خالص. ايوه، بصوا بصوا كده بعيد عن الحرف. وهتفردي بقى ايه القشطه بالشكل ده. لو اللبن بتاع القشطه عندك مش دسم حطي له معلقه قشطه كده. تمام، انما لو لبن فلاحي دسم بخيره كده خلاص ده يكفي عشان بيدي طعم حلو جدا. بعد كده هحط طبقه كنافه من فوق، وما ضغطش بقى الطبقه اللي تحت، انا ضغطت عليها جامد جامد جامد، عملت ديسك حلو قوي كده من الكنافه وضغطت جامد عليه. الطبقه اللي فوق طبعا مش هنقدر نضغط عليها علشان القشطه هتطلع من كل جنب وانا مش عايزه كده. بصي طبطبي عليها بالراحه بايديكي بالراحه خالص، وهي هتاخد شكل حلو قوي علشان هي الكنافه فيها سمنه كفايه، فطريه وحلو. ماشي اهو، بصوا يعني بدات، لو ايديا تقلت شويه تبصوا تلاقوا القشطه باظت من كل ناحيه.
خلاص كده انا مولعه الفرن يسخن، دخلتها الفرن، خدت وش من تحت ومن فوق وطلعت مستويه بالشكل ده. هتديها بقى ايه الشربات، ومش كله، انا الشربات اللي انا عملته كان كتير يعني، هتديها نص الشربات المقدار اللي انا عملته في الاول، انا مزوده عشان يبقى عندي في التلاجة. تعالوا بقى نقلبها وشوفي الشكل الخطير. الله على المنظر. زي ما قلت لكم بصوا الحته اللي اتهرت دي اللي جالها حته زبده في قعر الصينيه، فلما تيجي تدهني ادهني سمنه بس. بصوا بقى الذوبان، يا نهار ابيض على القشطه من جوه، يا نهار ابيض على الجمال. والله الطعم في حته تانية خالص. انجح طريقه للكنافه هي دي، واطعم والذ طريقه. شفتوا ما شاء الله اللهم بارك، طعمها خطير. وهي سخنه بقى طعمها حلو قوي، لو سبتيها بردت كمان شويه هتبص تلاقيها شربت الشربات بتاعها كده وطري، طعمها بقى احلى كمان. بس انا بحبها وهي سخنه في المرحله دي. عايزه اقول لكم ان انا كده وانا بدوق في الصينيه ما شاء الله كلت لي طبق كبير كده محترم، طعمها حكايه. شفتوا وصلتوا بقى معايا لحد هنا؟ ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو تشجيع منكم. بصي صحتين وهنا على قلبكم بجد. صلوا على الرسول، قولوا عليه الصلاه والسلام، وأن أستودعكم الله وأشوفكم فيديو جديد.